لو فاكر انك عشان تعمل input في ال HTML بتكتب التايب والنيم بس، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. في 4 اتريبيوت هما اللي بيتحكموا بالفورم اللي انت كاتبه. اول اتريبيوت وهو required، معناها ممنوع تسيب الخانة ديت فاضية. لو المستخدم حاول يدوس submit هتطلع رسالة تقول له املى الحقل دوت الاول. الاتريبيوت التاني وهو الفاليو معناه لو عاوز الخانة يكون مكتوب فيها كلام جاهز من اول ما الصفحة تفتح. مثلا هنكتب ليجو، بيتكتب فيها تلقائيا كلمة ليجو، حتى لو عملت ريفرش برضو بتبقى مكتوب فيها تلقائي والمستخدم يقدر يعدل عليها عادي. تالت اتريبيوت وهو الريد اونلي، تخيلها زي بطاقة الهوية، البيانات مكتوبة المستخدم يقدر يشوفها وينسخها بس ما يقدرش يعدل عليها، والاهم بياناته بتروح للداتابيس عادي. يعني مثلا لو هنكتب اتريبيوت الفاليو ونكتب اي حاجة ونيجي نعمل ريفرش، مثلا كتبنا اي حاجة جوه الانبوت مش هنقدر نعدل على الانبوت. بعد كده عندنا الماكس والميني، بيحددوا اكبر قيمة واقل قيمة المستخدم ممكن يوصل لها. في نوعين منها بتستخدم مع الارقام ومع الحروف او التكست. فلو جينا استخدمناها مع الارقام تكتب ماكس وتكتب مثلا اي رقم، ونيجي نكتب في التايب نمبر، ولو جينا كتبنا في الانبوت اي رقم ودوسنا سبميت مش هيتبعت. طب لو جينا مثلا كتبنا 4 ارقام برضو مش هيتبعت. ليه؟ لاننا عندنا مشكلة في الماكس، لازم نكتب 4 بس علشان يتبعت للفور. طيب لو انا عايز مثلا اكتب رقم معين، يعني مثلا من 1 ل5، فهنيجي نكتب في الميني، نجيب الميني ونكتب مثلا 0 واقصى حاجة 5. فلو جينا مثلا كتبنا 1 2 3 4 5 دوسنا سبميت برضو مش هيتبعت. ليه؟ لان الارقام المسموحة من ال0 ل5، يعني مش هكتب 5 ارقام، لا مثلا اكتب 4 هيتبعت، اكتب 3 هيتبعت، هكتب 1 هيتبعت. غير كده ما ينفعش اكتب كذا رقم مع بعض. عندنا حاجة شبهها للتكست، نيجي نكتب في التايب تكست ونيجي هنا نكتب ماكس لينث، اكبر قيمه المستخدم يوصل لها 10 حروف. ولو جينا كتبنا اي تكست هتيجي عند ال10 حروف وهتثبت، يعني حتى لو قعدت اكتب مفيش اي حاجه. عندنا الميني اقل قيمه ممكن المستخدم يوصل لها، مثلا لو هكتب 10، لو جينا مثلا كتبنا 4 حروف ودوسنا سبميت مش هيتبات، هيقول لك please length this text to 10 character. فلو جينا نكتب ال10 حروف او ازيد ودوسنا سبميت هتتبعت عادي. اخر اتريبيوت وهو الديسيبل، دي بقى بتبقى خارج الخدمه، دي بقى بتقفل الخانه خالص، لونها بيبقى باهت شويه زي ما ظهر قدامك. المستخدم لا يقدر يعدل ولا ينسخ ولا يكتب، والمتصفح بيعتبرها مش موجوده فما بتبعتش بيانات اصلا. التفاصيل ديت هي اللي بتفرق بين مبرمج فاهم ومبرمج حافظ. لو لسه بتبدأ في الويب احفظ الفيديو ده عندك عشان ترجع له بعدين، واشوفكم على خير.